يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخ أم خولة. اليوم إن شاء الله ندير معكم بوراك باللحم المفروم وبالخضار. أنا هذا البوراك كنت دوقته في مناسبة وعجبني بزاف وعجب كذلك الحاضرين، وكنت طلبت الوصفة والحق ما بخلوش عليا عطاوها لي. أنا بغيت نوريكم الخضار كيما هكا قبل ما نبشرهم، لأني بغيت نوريكم الكمية تاع الخضرة باش تشوفوا. إذا أنا عندي 300 غرام تاع لحم مفروم، انا عندي 3 تاع الكورجات ها هما هذا الحجم، عندي 2 بصل هكا متوسط الحجم، وعندي 4 تاع جزر، وعندي هنا 4 حبات تاع بيض غادي نغليهم وغادي هما كذلك نبشرهم وغادي نعاود نولي لكم. اذا راني بشرت جميع الخضار، راني بشرت الجزر وهاد الكوسه بشرتهم في المبشره رقيقه، لكن البصل بشرته في الجهه الغليظه. اذا غادي نبدا معكم. بسم الله. غادي نجيب المقله، غادي ندير فيها حوالي 2 ملاعق زيت، غادي ندير كميه تاع البصل، نزيد لها شويه ملح باش تذوب لي. اذا غادي نقلي شويه البصل عاد باش نزيد له الكفته. ملاحظه، غادي نقلي البصل والكفته وحدهم، نقلي الجزر وحده، ونقلي الكورجات وحدها، باش كل وحده والمده تاع الطهي تاعها، باش كل وحده نعطيها الوقت تاعها تاع الطهي. اذا غادي نديها فوق النار. اذا راني قليت البصل شويه ها هو، غادي نزيد له هذيك الكميه تاع اللحم المفروم، اذا هي كي بدا يدخل لها الطير نزيد لها شويه قرفه هكا رشه، شويه ثوم بودره، وشويه فلفل اسود. اذا في نفس المقله كي نزعت اللحم المفروم ندير شويه زيت، وندير هذاك الجزر، ندير له شويه ملح، ونبدا نقلي فيه ها هو. اذا في النص تاع مده الطهي ندير له شويه فلفل اسود وشويه ثوم بودره، غير شويه. اذا في نفس المقله بلا ما نغسلها غير نمسحها كذلك ندير شويه زيت، وندير هذيك الكورجات هي، نزيد لها شويه فلفل اسود وشويه ثوم بودر. اذا ها هي الكفته، وها هو الجزر، وها هي الكورجات. اذا ها هي. ملاحظه في الكورجات كنت نسيت باش نقول لكم ديروا لها شويه ملح، خلوها شويه وبعد عصروها باش كي ديروها في المقله مع الزيت بالخوف طيب لكم. انا طولت لي، انا نسيت هذه الخطوه. نخلط هاد المكونات كاع مع بعض. اذا ها هو البيض المغلي، غادي نبشره في الجهه الرقيقه. اذا راني بشرت جميع الكميه تاع البيض ونخلط. يعني شوفوا الكميه اللي ولات عندي تاع الحشوه، يعني هذه الكميه اقتصاديه، يعني تنفع في الولائم كي يكونوا كاينين الغاشي بزاف وبنينه، ويبغوها الصغار مالغري فيها الجزر والكوجات، مي غادي تجي بنينه بزاف.
اذا ها هي الحشوه بردت، هي كي تبرد تزيد تتماسك نخدموا بها احسن. وها هو الديول تاعي راني قسمتها على زوج، يعني كل حبه قسمتها على زوج. اذا ها هو نختار البلاصه يعني البلاصه اللي فيها لمعه نختارها نديرها من تحت. وعندي هنا خلطت شويه ماء وشويه فرينه باش نبلع بها الديول، باش ما نديروش يعني بياض بيضه ونخسروا حبه باطل. اذا غادي ندير شويه من هذا الحشو كيما هكا. بغيتو ديروا فرماج ديروا، انا ما نديرش، تجي هكا بنينه شابه. بهذه الطريقه. اذا ونبدا نلوي فيها ونزير باش تجيني الحبه مليحه. ها هي. اذا بهذه الطريقه نقدر نكبرهم على هكا، انا نبغيهم هذا الحجم. اذا غادي نبدا نقلي. بسم الله. نقص النار دائما، نحمي المقله تاعي الزيت تاعي مليح وبعد نقص عليها النار باش تدي لي اللون الذهبي، ما تحمرليش بالخف. اذا ها هما. اذا وصفتنا اليوم راهي حاضره امامكم، اللي هي بوراك باللحم المفروم والخضار، وصفه رائعه جميله جدا. ها هو الشكل تاعه، حافظه للشكل تاعه ما نفتحليش في المقله. وغادي نوريكم القرمشه، شوفوا سمعوا. ها هو، يعني انا قليته كاع قبيله وراه عاد مقرمش. طفي الضوء باش تشوفوه. ها هو من الداخل الشكل تاعه. اذا شوفوا يعني راه حقيقه راه مقرمش. سمعوا القرمشه تاعه كما قلت لكم، انا راه بارد قليته كاع قبيله وهكا وراه مقرمش. اذا نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم ونالت استحسانكم. اذا ولا عجبتكم ديروا لي لايك واشتراك في قناتي قناه ام خوله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء.